السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنقدم لكم حلقه سهله وبسيطه جدا. والحلقه النهارده مش انا اللي هقدمها، انا بس بقدم المقدمه بتاعتها، لكن الحلقه نفسها مش انا اللي عاملاها. النهارده دي هديه لكل مغترب بره نفسه يعمل اكله سريعه او نفسه ياكل حواوشي، فهنقدم لكم طريقه الحواوشي باسهل طريقه ممكنه. يلا بينا نبدا الحلقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا حواوشي اسكندراني. هنعمل ايه؟ اول حاجة هنجيب لحمة مفرومة تكون نظيفة زي دي كده. تاني حاجة معانا خبز مصري، وهنبدأ الشغل مع بعض. يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا. يعني تبدأ تطلع السوائل اللي فيها شوية كده، ونروح للبصلة الجميلة بتاعتنا، أكبر بصلة في المحل. ودلوقتي اللحمة بدأت تطلع السوائل اللي فيها زي ما احنا شايفين كده، وتمت المهمة بتاعة البصل بنجاح. هنرجع لكم تاني. شوية ملح وفلفل اسود لزوم الحركات، يعني زي ما انتم شايفين المقادير كده، يعني كده دي المقادير. ونقلب بمعلقة خشب عشان التيفال بيبوظ. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميني. وده العيش المصري الجميل. عندنا هنا بقى شوية بهارات خير الطبيعة بقى، ملح وثوم وبصل وفلفل حار وأعشاب وحاجات كده يعني. فننزل بشوية، شوية جبس الرمان، شوية كاتشب لزوم الحركات، برضو بيظبط الأداء، يديها اللون واللسعة بتاعت يلا زي بعضه. فضينا اللحمة في الطبق هنا عشان ننزل بالبصل. نقطة زيت، ويلا ننزل بالبصل. ونزلنا باللحمة على البصل. يا سلام يا سلام. ودلوقتي اللحمة جاهزة ان احنا نحطها في العيش. طبعا هنبدأ نحط اللحمة في الرغيف بالشكل ده. نحط بقى نقطة زيت زيتون كده كنوع من انواع التنويع عشان نبدأ نحمص الرغيف. وننزل بالرغيف بالشكل ده. قلبنا الرغيف من الناحية التانية علشان ياخد بقى تحميرة كده من الوش. وده بقى شكل الرغيف. هنحط واحد تاني، طلعنا اتنين اهمت، والتالت اهو. وهنقلبه الناحية التانية. والآن هيا لنقطع الحواوشي. والآن النتيجة النهائية. في حد كده عايز اقول له انا جامد غصب عنك، انا جامد غصب عنك، ردي تعلى منك، طلعت ردي لانك حكيتها فيكم. طبعا انا ما قلتلكوش كل سنه وانتم طيبين في بدايه الفيديو. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب كده، ويا رب كل واحد يحقق اللي بيحلم بيه. الحلقه سهله وبسيطه، مفيش فيها اي افتكاسات، هي بس ناقصه حاجه للي حابب قرن فلفل سبايسي او يحط شطه. اللي مش عايز خلاص هو كده شغال وجميل. دي حلقه للمغتربين، يا رب كل واحد يشوفها يحط اشتراك وتنال الحلقه تنال رضاكم. ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتخشوا تشتركوا في قناه اميره حسن عشان يجيلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله.